بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هناخده باترون الكورساج. هناخده ايه؟ هناخده دوران الصدر. وهناخده دوران الوسط لو عايزين الحاجة فيها تجسيمة كده، يعني الحاجة بتبقى مجسمة. وعايزين طول الوسط. طول الوسط بناخدوه من الكتف لغاية ايه الوسط اللي هي العظمة اللي في النص. فاحنا خلاص خدنا المقاسات دي. هنبتدي نعمل ايه جدول اللي هو ايه هنعمله عليه الباترون. هناخد الدوران الوسط اللي هو 98، هنقسمه على 4 عشان هنعمل ربع باترون، هيطلع 24.5. طيب، احنا بنعمل باترون ليه؟ احنا بنعمل باترون علشان الحاجة تطلع مظبوطة، وتطلع المقاسات مظبوطة، وتطلع الحسابات مظبوطة، فكل حاجة تبقى فيها ايه متظبطة كده لما نيجي نحطوها على القماش. فخدنا دوران الصدر قسمناه على 4، طلع ايه 24.5. يبقى هنقول 24.5 ده هناخدوه عرض الباترون. هنرجعوا تاني ناخده 24.5 هنقسموها على 4، أو خليها الأول هنقسموها على 2 هتطلع 12. هناخده 12 دي هنقول عليها ايه طول الكتف. هناخده تاني 24.5 هنقسموها على 4، هيطلع فيها 6. هناخده 6 دي نعمله منها حردة البو. هناخده تاني 6 ونزود عليه 1 يبقى 7، دي هناخدوها حردة الرقبة. ممكن الرقبة تطلع صغيرة شوية نوسعوها. احنا بناخده بس المقاسات دي وبنظبطه بعد كده الحاجة اللي احنا عايزينها. وهناخده بعد كده بقى 6 ونشيله منهم 2، هيبقى ايه 4. ال4 دي هتبقى نزول الكتف، عشان احنا عندنا الكتف مش مستقيم. الكتف مايل كده شوية. يبقى دي كده هناخدوها، دي كده المقاسات اللي احنا هنشتغل عليها على الباترون. هناخده مقاساتنا مظبوط ونطلع كل الحاجات التقسيمة دي عشان يطلع الباترون بتاعنا مظبوط. طيب، هنجيب طول الكتف منين؟ طول قصدي البطن منين؟ هناخده بقى طول الوسط اللي هو 40 هنقسموه على 2 يبقى فيها 20. 20 دي هتبقى طول طول الحردة أو طول البول. هيبقى طول البول. دي التقسيمة اللي احنا هنشتغل عليها على طول. دلوقتي هوريكم برضو ازاي تطلعوا المقاسات دي على الباترون بالظبط، يعني ازاي نطلعوها كده على الباترون. احنا قلنا عرض الباترون هيبقى ايه 24.5. 24.5. هناخد ده 6 سنتي، هنخش كده 6 سنتي. هنيجي نعمله الرقبة 7 سنتي، والخلف هننزل حوالي 2 سنتي. هننزل 4 عشان نعمل طول الكتف اهو. طول الكتف اهو.
قلنا طول الباط هيبقى 20 سنتي. ده طول الباط. قلنا طول عرض الباط 6 سنتي. هيبقى طول الكورساج 40 سنتي. ده الكورساج الخلفي لغاية الوسط. عايزين بقى نعمله شميز نطوله، عايزين نعمله فستان نطولوه. ان شاء الله هنشتغل مع بعضينا برضو شميزات، بلوزات، فساتين، عبايات، اي حاجة. بس اهم حاجة ان انتوا تبقوا عارفين ازاي تطلعوا الكورساج الخلفي. سهل ومفهوش اي حاجة. يا رب يكون شرحي كده عجبكم وبسيط يعني. ده عملنا ده خلفي. هنبدأ نعمل هنا برضو الايه الامامي. هنبتدي ناخده ال6 سنتي بتاعت حدة البوت اهي. تحددوها عشان ايه نبقى عارفين ايه محددين التقسيمة اللي احنا عملناها. وهننزل 4 سنتي. وهننزل ال20 اللي قلنا بتاع طول الايه، ال20 بتاع طول البوت اهي. نحدده بس. هنيجي من الناحية التانية هنعمل، احنا قلنا حردة الرقبة 7 سنتي. طبعا حردة الرقبة الأمامية غير الخلفية. الأمامية هتبقى 7 في 7 أو 8 في 8 أو 9 في 9. وهنبدأ نعمله طول الكتف اللي احنا ايه عاملينه. هنا احنا قلنا 6 سنتي الباط، هنطلع برضو ايه 6 سنتي. يا رب. هنقيسه بقى الطول الكلي. قلنا طول الكورساج كام بتاعنا؟ 40 سنتي.
اهو ده الأمامي، ده أمامي، ده الأمام، وده الخلف، وده الخلف اهو. يا رب يكون الشرح بسيط وعرفتوا تعملوا ورايا. إن شاء الله في الفيديو الجاي هنقصه مع بعض فستان قط كده وعليه جاكيت. شكرا.